بزاف والله الا بزاف. ثاني ما يكون التضامن ولا شي حاجه. معاك المهم حتى هادشي مزيان. هذا شوف مزيان الحمد لله. رجال السلطه كلشي بخير، الولايه حاضره، هذا شيء كبير كنعتزوا به ان الولايه حاضره. السيد الكاتب العام رئيس الشؤون العامه حاضر شخصيا منذ يوم امس بالليل والنهار. هذه واحد العنايه خاصه بالاتحاد العام للشغالين. نتمنوا لهذه البلاد ان تبقى مستقره وامنه، ولكن فيما يخص التدخل في النقابات والاحزاب اظن ان تكون عنده عواقب وخيمه على الوطن وعلى الديمقراطيه. احنا دائما المغرب كان ديال الملك والشعب، واي واحد غادي يحاول يخلق شي فجوه ما بين الملك والشعب سيكون من الخاسرين. ان الشعب وعى وكل شيء وعى، السلطات خصها توعى، واللي غلط شي غلط يصححوا، وهذا هو بالنسبه الينا المغرب الذي نريد. احنا حياتنا مستقلينها في اجل الديمقراطيه ومن اجل محبه هذا الوطن وهذا الشعب وهذه المؤسسه اللي هي دايره الاستقرار، اللي هي المؤسسه الملكيه. واللي بغى يقول غير ذلك فهو خاطئ خاطئ خاطئ. ولهذا راه زعما هذا الشيء اللي ندار يوم امس واليوم شويه فيه ديال حسينا انه يعني داخليه مع كامل الاسف، والولايه ديال الرباط داخله شخصيا في صراع ما بين النقابيين، وهذا خطر. هذا خطير جدا جدا جدا، وهذا تيجعلني انني نخاف على بلادي ونخاف على هذا الشعب اللي في هذه البلاد اللي هو محتاج للماء والضوء والخدمه، العمل، محتاج السكن، محتاج الصحه، محتاج القضايا كبرى اجتماعيه، ولكن تنلهيو الشعب في قضايا جانبيه مع كامل الاسف، لانه تشغلونا على هذه المسائل ودفعتوا ناس باش عاودوا يخلقوا لنا المشاكل. اتقوا الله في هذه البلاد، اتقوا الله في الاحزاب الوطنيه. الاستقلال راه اليوم راه وصل 90 سنه في حياته، واللي من اجل هذا الوطن واحد الاستقلال دافع عن المؤسسه الملكيه والحمايه الفرنسيه والاسبانيه في البلاد، ويدافع على بدون ريع وبدون مصالح وبين لان مصلحتنا كشعب في المؤسسه الملكيه. ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. نتمنى ان الجميع ياخذ العبره وان الجميع يكون في المستوى. راه كاين الناس اللي محتلين املاك الغير هذه 20 30 سنه، ما هضر معهم حتى شي واحد، وما تنجيبوش هاد الطاقم كاننا تنهاجموا. انا قلت وقيل هاد الناس غادي الكركارات ولا غادي ما عرفتي شي منطقه يحرروها، ولكن هذا الشيء كبير. اعطيني القانون انا نقول في حالتي دابا هذه جمعيه لا علاقه لها بشي قانون اساسي لا ديال الاتحاد العام للشغالين ولا الاتحاد العام للشغالين عنده جمعيه، وهذه جمعيه مستقله قبل ما يكونوا هاد الناس وقبل ما يكون السي شراط براسو في 2014، والجمعيه مستمره والجمعيه تشتغل وهذا، ولكن بدون هذا الشيء زعما شو موعب نبقاو نديروا اللف على القوانين باش نحرجوا ناس اللي عنده شي مشكل مع صفات يخرجوا يعني نيش جود نقولوا جود ونخرجوا للشباب جود، ولكن الشعب خليوه هاني. النقابيين خليهم بيناتهم قوس، خليونا نحققوا مطالبنا ومصالح ديال الشغيله المغربيه. هذا هو اللي بغينا، الشيء اللي بغيناه هو الشيء اللي تنطالبوا، ما تنطالبوا حتى شي حاجه. جمعيه قائمه مقرها تما، وصل نهائي كاين، كل شيء كاين المحلات راه تعرفهم السلع اللي هو الامين كان اللي تيتكراو في الفوقي كله واللي تيتخلصوا للجمعيه، كاين المقهى اللي تتخلص للجمعيه، هادشي معروف. وخليونا حنا بيناتنا نجلسوا شي نهار ونقادوا اموراتنا بلا ما تزيدوا العافيه 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 شباب العافيه 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 العافيه. بغينا نقولوا للسي حميد شباب هذه الحركه النقابيه الهدف الرئيسي ديالها هو اننا نمروا من واحد المستوى الى مستوى احسن، وهذا هو هذه هي العاده ديالنا. لا ما كاينش متفقين وان شاء الله كيف ما قلتي حتى باش غنتلاقاو ومتفقين باش غنرفعوا من المستوى، وخصك تعاوننا.